ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كوكي الشركات. طبعا كلنا عارفين الكوكي اللي هو البانيه، واطيب من هيك ما هتلاقي والكلام ده كله. احنا هنعمله مع بعض في البيت، هنضرب الشركات بمعنى اصح. هنعمل مع بعض الكوكي اللي هي الفراخ القطع البانيه اللي احنا بنجيبها من اي مكان. هنعملها مع بعض دلوقتي، بتتباع في السوبر ماركت الجاهزه اللي هي جاهزه على التحمير على طول. هنعملها مع بعض وهنشوف سهله جدا جدا وبسيطه، وهنشوف هنعملها مع بعض ازاي. كلكم هتجربوها ان شاء الله في البيت. تعالوا معايا. بنقول معانا نص كيلو صدور مخليه اهي فراخ. معايا هنا حوالي يعني نقول نص كيلو او 400 جرام فيجيتار حر على بارد، وزي ما انت عايزه بارد، عايزه حر، اللي انت عاوزاه. انا حاطه حر على بارد. عايزه بارد بس، عايزه حر بارد بس، براحتك. ده فيجيتار اهو، بيجي من عند العطار. معايا هنا مقرمشات اللي هو اهو الفيجيتار الجرش اللي هيتعمل بيه البانيه، اللي هنعمله بيه، اللي هنتبله بيه. معايا هنا معلقتين كبار مرقه دجاج. معايا هنا معلقه كبيره لبن بودره، ومعلقه بيكنج باودر علشان تخلي البانيه بتاعي هش كده. هنشوف اول خطوه هنعملها ايه وهنطلع مع بعض اهو. اول حاجه هنعملها هنحط الفراخ بتاعتي اهي في الكبه. اللبن والبيكنج باودر مع بعض. معلقه واحده اهي. طبعا مش حاطين ملح ولا توابل ولا اي حاجه، علشان معانا مرقه الدجاج ومعانا الفيجيتار بيبقى متبل جاهز وعليه ملحه كل حاجه اهو. يا جماعه كده خلاص انا فرمت البانيه بتاعي اهو. هنطلعه مع بعض اهو. كده يا جماعه اهي البانيه اهو بعد ما اتعمل. هنشوف بقى هنعمله ازاي. هنمسك قطعه كده بالمنظر ده ونلفها زي الكوره في ايدي، ما تخنهاش اهي. الفها زي الكوره في ايدي كده بالشكل ده، وبعدين اعملها كده اهي. اهو يا جماعه حبايبي، واروح جايه من هنا كده واعمل لها بوز بالشكل ده كده كده زي الشركات بالظبط، ولا اطيب من كده تلاقي اهو. ولا يقول لك كوكي والناس اللي بيحبوكي ولا اهو. اهي شايفين اهي. انا بقى هعمل ايه؟ دي المرحله الاولى. واحطها على اطباق، على طبق كده، على كيس بلاستيك عشان ما تلزقش معايا في اي حاجه. وابل ايدي بس بله ميه صغيره. طبعا انا هشتغل كل شغلي بالميه اللي قدامي دي، تمام اهو. هعمل معاكم بس الاتنين دول وناخد فاصل مع بعض ونرجع نكمل، عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. انتوا شفتوا اهي طريقه العمايل اهي. بلفها زي الكوره وبعدين ببططها بايدي كده كده اهو كده اهي. طبعا اسهل من كده مش هتلاقي، طريقه عمايل اسهل من كده مش هتلاقي اهو. اعملها بايدي كده بالميه اهو اهي.
خليها دايما ايه تبقى رقيقه في ايدي كده، لان لما هديها هحطها في المقرمشات بتاعتها بتزيد وبتتخن اهي. اعمل لها البوز بتاعها اهو اهي اهو، واكملهم ونرجع مع بعض تاني. يلا يا جماعه هنشوف البانيه بعد ما عملناه اهو. اهو بقى بالشكل دي اهو، خلصناه وعملناه بالشكل ده اهو. هنشوف بقى هنعمله ازاي مع بعض. اول هام بنحط دي هنا في الميه، لا بيض ولا بقسماط ولا الكلام اللي بالكوا فيه ده كله اهي. واروح جايبه اللي بعدها في الميه، ومن الميه للمقرمشات بتاعتي دي كده بالمنظر ده كده، واروح حطاها كده ميه عشان تفيسها حلو. طبعا لازم الميه بتبقى بالشكل ده معايا كده. ابططها حلوه قوي كده اهو بالشكل ده. طبعا لسه هنعملها مرحله تانية، فاحنا ايه بنعمل دي بس مرحله اولى اهي. هنشوف المرحله التانية هتبقى ازاي برضو اهو. ممكن نعملها مشروع، ممكن نعملها ونجهزها وتبقى في الفريزر جاهزه بالشكل ده. يجي لنا ضيف فجاه ما تبقيش محتاره، حد يجيلك فجاه ما انتش عامله حاجه او مش عامله حسابك، يبقى ده جاهز عندك في البيت في الفريزر اهو. لان هو كل ما يتحط في الفريزر يعني كل ما يعني بيحلو. اولا بشرب من التتبيله بيجمد، المقرمشات دي بتجمد ما تفرطش معايا في الزيت وانا بحمرها اهي. هنخلصها ونرجع مع بعض. نخلص دول ونرجع مع بعض. يا جماعه كده خلصنا اول ايه، اول دور زي ما احنا شفنا. هنرجع تاني ونعمل نفس اللي عملناه في المره الاولانيه تاني مره. هنرجع نعمل اللي عملناه في المره الاولانيه تاني مره. مش هنغير الميه، هتبقى هي الميه برضه اهي. هنحطها في قلب الميه كده، نرجع هنا تاني اهو في قلب المقرمشات بتاعتي دي، ونروح عاملين كده بالشكل ده كده. شفتوا احنا عملنا ايه اهي. وبتبقى بالشكل ده كده شايفين اهي. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، عشان اعمل الباقي اللي احنا شايفينه الكميه اللي قدامي واعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. بنرجعها تاني، اعمل معاكم واحده كمان اهي. اروح محطاها في قلب الميه تاني اهي، وارجع بيها تاني هنا في قلب المقرمشات بتاعتي بتاع الفيجيتار بتاع البانيه اللي بتيجي من عند العطار. بقول له انا عايزه كريسبي اهو. بالشكل ده كده ثانيه ما بياخدش وقت اهو. واخلص الكميه بتاعتي ونرجع تاني اوريها لكم. كده خلاص يا جماعه انا خلصت الكميه بتاعتي اهي. وانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هحمر حاجه بسيطه على قد العشاء
هحمر حاجه بسيطه دلوقتي على قد ايه عشانه، والباقي هيتعان في الفريزر في كيس نايلون زي ده كده لاي وقت، لاي وقت اهي. تفرق ايه عن الكوكي بتاع الشركات؟ ولا حاجه. كده هنروح على النار نولعها على الطاسه وهنحمر مع بعض البانيه ونشوفه بعد التحمير عامل ازاي. كده اهو احط البانيه بتاعي. طبعا النار عايزينها ايه تكون هاديه، يعني مش عاليه قوي، يعني بعد الزيت بتاعي ما يقدح بهدي النار شويه اهو. وطبعا هي لما تقعد في التلاجة عندي يومين هتبقى احلى، يعني لما عينها في الفريزر عما تتجمد هتبقى احلى اهي. كده اسيبها اهي في قلب الزيت شويه. شايفين بسم الله ما شاء الله، ولا فكت ولا اي حاجه اهي. ولما بحطها في الفريزر بتبقى اجمل واجمل اهي. اسيبها بقى تتحمر اهو. هو ده الكوكي، سهل جدا جدا، يعني الموضوع مش صعب ولا حاجه ان احنا نعمله في البيت. ست البيت الشاطره تعمل كل حاجه في بيتها. اهو عما يتحمر شويه هسيبكم 5 عما نحمر الفراخ. كده خلاص قربنا نخلص اهو، قربنا نخلص البانيه اهو اهو. ما اقولكوش بقى تحفه، الريحه بتاعته تحفه. كده يا جماعه خلاص احنا حمرنا البانيه بتاعنا اهو، المنظر ده كده اهو. واللي مش متحمر اهو ده هنعينه في الفريزر زي ما اتفقنا لاي يوم تاني. وده اللي احنا عملناه النهارده للعشاء، جميل جدا جدا، ريحته تحفه. ده هنتعشى بيه مثلا النهارده، وده هيتعمل في الفريزر لاي وقت تاني. ما تنسوش اللايك والاشتراك معانا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.